عافيه عبد الكريم عبطان، عافيه. احنا ما يراد لنا عافيه، يعني حتى في تقدم ما يراد لنا واحد يقول لنا عافيه ويحتفل والى اخره. هذا واجبنا الاخلاقي وواجبنا الشرعي والقانوني والدستوري. لا ما تحتاجون العافيه، شلون حكي بالله هذا؟ غير انتم اللي شرعتوا قانون العفو هذا، وشملتوا به شكو واحد من بائع داعش وشكو حرامي ومرتشي وتاجر مخدرات. هذا واجبنا الاخلاقي وواجبنا الشرعي والقانوني والدستوري. ايه باعتبارك مشرع قانون تجريم الشذوذ وحظر التطبيع والكيان القانوني، لذلك نواب الحلبوس العفو نواب هو يحب ذني نواب الرئيس الحلبوسي كان اول من بشرنا باقرار قانون العفو العام. لا، البشاره جابوها الناس اللي قاتلت على القانون واللي جابته بقانون اداره الدوله ولا بتشكيل الحكومه. هذا القانون شرع الشيخ خميس الخنجر، القانون جابه الشيخ خميس الخنجر. ايه هسه هذا الحكي منطقي ويدخل العقل، واذا تلزم لك زعطوط بالشارع مثل عمر الجمال، لو عمر الجمال مو زعطوط وتقول له لهذا الزعطوط خميس الخنجر هو اللي ورا قانون العفو، قبل يقول لك طبعا، لان هي هاي شغله الخنجر الاساسيه. من شفناه وشافنا وهو يسمي داعش ثوار العشائر ويسمي ساحات الخسه والمهانه بساحات العزه والكرامه، وهيك واحد طبيعي جدا يطالب ويدور عفو عن من بايع داعش لو حرق له همر. والخنجر خنجر بعد اسم على مسمى. خمود تقول له تقدم اللي ما له علاقه بالعفو لا من قريب ولا من بعيد. كتلة التقدم هي تبنت هذا القانون. التقدم هو الذي تبنى هذا القانون، هو الذي بذل كل يعني ما يستطيع فعلا لتمريره وإنصاف المظلومين. وقاتلنا قتال الصحابة حقيقة من أجل إقرار القانون. هلا وجت رجعوا لك تقدم ودا يقولوا لك احنا جماعة الرئيس الحلبوسي قاتلنا على قانون العفو قتال الصحابة. جماعة خميس الخنجر ايش عليهم؟ 6 سنين ما انعرضوا وكان السيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب. لأن كان اكو ما هو أهم من قانون العفو ألا وهو مجلس النواب ينهي القراءة الأولى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015. على الخير. يعني الرئيس الحلبوسي أبدا ما كان قصده يعرقل قانون العفو العام لأن يدري أنه 3/4 الإرهابيين راح يطلعون. وينكم من قانون العفو العام؟ منو رفضه؟ من اللي رفضه؟ هو الحلبوسي. ليش؟ يقول والله بالنص قال تريدني اطلعهم تخربوا الرمادي؟ هاي من حلقه الاذني. على هالحكي تقدم ما لهم اي علاقه بقانون العفو العام، واي واحد من تقدم يقول لك احنا اللي ساهمنا باقراره قولوا له ودي اصدقك بس قويه. لان حسب ما يقول النائب ليث الدليمي رئيسهم الحلبوسي كان وين ما يقعد يقول على ابناء جلته انا طلع الارهابيين حتى يرجعوا يخربوا لي الرمادي. لا انكر دور الاخرين يعني بالتعاطف، ولكن الدور الرئيسي والحقيقي هو انه ككتله تقدم. اخوان ترى انتم فاهمين غلط، انتم فاهمين القصه غلط. احنا ما نريد نكرم اللي شرع القانون هذا، احنا كل ما بالامر نريد نثبت الناس اللي ورا القانون حتى باكر عقبه من نصير بلبله من ارهابي كان خايس بالسجن نقول له كله من ورا روسكم، هذا طلع وسوى هاي البلبله. وبصراحه احنا مقتنعين بروايه جماعه خميس الخنجر اكثر، بس شو جماعه الرئيس الحلبوسي مصرين ويقولون ما نقر لو ما جهودنا. هسه تطلع لي والله جهود بابا كافي، لا تظل زعطوط عيب. لا شيخ ابراهيم ارجوك بلا تجاوز. ايش عليك بيهم؟ مثل ما انت والخنجر تريدون تنسبون انجاز اطلاق سراح المدمنين والحراميه واللي بايعوا داعش، تقدم هم لها نفس الطموح، هو من حقهم يطلعون ويباركون للشعب العراقي بهاي الطرقاعه. لا انا بارك للشعب العراقي لان انا 3 محاولات اغتيال وتدرون بها، بالاخيرها بالكاديلاك بالمنصور، و3 مرات انا تهددت و20 مره انضربت من اطلع من القنوات. 3 مرات تعرضت لمحاوله اغتيال و20 مره انضربت. هاي طلعت دونالد الدليمي. زين ادري من هاي ال20 مره اللي انضربت بيها هل بالطبره جلخه اصبع نعوج لو انت مثل جماعه المقصوصه ذاتهم؟ لا انت عندك اذن ثالثه، هن ذن 2 سالمات، وين هالمقصوصه ذات؟ لا هذول الارهابيين ايش قد ذولان واللي حاولوا اغتيالك. بشرفك ذول يستاهلون تسوي لهم قانون عفو وطلعوهم، اذا حتى النيشان ثولان بي، لا فوقاها طالعين يتعاركون كل واحد يقول انا طلعتهم.